عندنا واحدة مولتو ماجنم ادانا 50 جنيه. فكرة مش أول مرة ألاحظ الموضوع ده في اندرايف، اللوكيشن بتاعه بيخرف جامد جدا. موقف كده يا جدعان حصل معايا. السلام عليكم اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى لكم دايما الخير والرزق يا رب. النهارده صممت ان انا انزل بدري شويه عشان عندي بقى زيت وبنزين وشويه حاجات كده، فقلت اضغط على نفسي النهارده عشان اقدر اعمل مبلغ كويس اقدر اسد بيه احتياجاتي. والحمد لله بالفعل اول يوم انزل فيه النهارده الساعه 10 لحد ما اتحرقت في الشمس، وقدرت فعلا احقق 610 في 5 ساعات. المشكله اللي حصل في اواخر الفيديو ضيع كل اللي انا عملته، فالحمد لله على كل شيء. انا مش عايز احرق لك الفيديو، عايزك تتفرج بنفسك. اهم حاجه ما تنساش تعمل لي لايك، تعمل لي كومنت، لو انت مش مشترك اشترك عشان نكمل 25000. اتمنى لك مشاهده ممتعه، يلا بينا. يا صباح الفل، عاملين ايه يا اخواتي؟ النهارده ان شاء الله ابتديت انزل بدري اهو الصبح الساعة 10 ل 10. طبعا ده انجاز في حد ذاته عشان انا بحاول خلاص كده، يعني ان شاء الله بكره انزل الساعة 9 الساعة 8 ونقرب واحدة واحدة، وده هيبقى اول تغيير ليا من بعد التوقيت اللي هو الشتوي. الله المستعان وربنا يعيننا. طبعا الشغل الصبح افضل بكتير، وكل ما بيكون بدري كل ما بيكون احسن عشان بتخف الضغط عليك في الحر والشمس وكده. ده لو انت مطلوب انك تشتغل 4-5 ساعات في اليوم. مطلوب اكتر من كده ممكن تريح في ساعة ممكن تريح كده على الساعة 1 لحد الساعة 2، وبعد كده تنزل لك كمان 3-4 ساعات والشغل هيبقى حلو برضه. خليك دايما عارف بقى يا صديقي ان ايه، كل ما اليوم بيكون قاسي عليك كل ما بيكون احلى شغل هيقابلك. يعني في الشتاء في عز المطره وبتاع احلى شغل ليك، في الصيف عز الشمس وبتاع احلى شغل ليك واحلى فلوس هتمسكها. كله بيبقى على دماغك برضه يا صديقي. المهم خدت رحله دلوقتي عامله معايا 50 جنيه رايح الراعي الصالح شارع شبرا. مشوار الحمد لله حلو، ما ياخدش يعني من 10 دقايق لربع ساعه كتير قوي. هو الراجل هنا جنبي في شارع اسمه 25. احنا ده كده اول اسبوع من بعد العيد بالظبط. الناس اللي حابه تعرف بقى اماكن الشغل ووقت الشغل والايام يعني متابعانا لسه قريب، الحاجات دي اتقال في حلقات فاتت. ناخد العميل ده نبقى نتكلم على مدار اليوم. مين يا باشا؟ تعالى يا باشا. ايه؟ في جاي ده؟ نطلع المؤسسة؟ ايه؟ هنطلع فيها على طريق المؤسسة كده. ايوه الحمد لله على السلامة. سنين شفتها حرقانة. الحمد لله. كانت سعر العدلة بتاعتها 40 جنيه وانا خدت فيها 50 جنيه، طبعا من شبرا الخيمة لشبرا مصر 50 جنيه عظمة يعني. ده ايه ده؟ رحلة 5 كيلو عاملة 500 جنيه، يعني الكيلو واقف معايا هنا كده ب 100 جنيه. لا الرحلة دي مش حلوة، مش نفعاني، مش جاية معايا. بص انا قدام الدقي وقدام المهندسين وقدام الفور سيزون على الكورنيش. فانا هنا ايه، ناخد الفور سيزون عامل 7 كيلو حتى. هو فين التسعيرة؟ هنقول له ايه 55، اخده 50 جنيه. هو 7 كيلو راح الفور سيزون. ده مش هقربهم وبس، هو كمان يعني هتخيرني مثلا ما بين ان انا اروح الفور سيزون عشان اتوبيس وان انا اروح المهندسين او الدقي. لا انا اروح الفور سيزون احسن. المهندسين الصبح صعبه، المهندسين الصبح صعبه، والدقي يا نهار ابيض. يعني انت لما بتقف حتى شويه وتلاقي رحله هتلاقيها بقى ب 20 جنيه ب 15 جنيه، الكلام كده غريب. هقول لك على حاجه وبيتخانقوا عليها كمان هناك. اختي من الكلب
والله خوفتي من الكيف بصراحة يخوف، بالذات اللي فوق ده. طب يلا اخرتنا الفندق اهي. يا شادي يا باشا، اكيد المولت هو اللي اخرك. ماشي، تسلم من ذوقك. انا هقول كده بتزود. عادي. تعمل ايه؟ ده بعد ما خد اليمين جاي عايز ياخد الشمال. ادي العيال بقى اللي بتشرب ستنج ب 12 جنيه تمشي تجري في الشارع كده. احلى شمسيه يعني. الحمد لله على السلامه. ماشي يا باشا، تسلم. ده انا واحده مولتو ماجنم ادانا 50 جنيه. المهم ان احنا قعدنا كتير نتفاصل على 10 جنيه، وفي الاخر هو ما فيش غير ب 50. حتى قلت له مرتين 60 وقلت له مره 55. قلت خلاص اخده، هو مشواره حلو كده كده. في الاخر راح جاب لي مولتو ب 15 جنيه. الموقع هذا بقول له تسلم يا باشا على المولتو. نقعد بقى هنا عشان مش هناخد مين تاني. خاطر 50 كده عملنا 100 جنيه. تعالى ب 80 نرجع شارع شبرا تاني. والله لو سؤال حلو، بس انا عشان همشيله شويه. اللي هو جنبي 2 كيلو 800 متر. بقول لك ايه، احنا ناخده ب 70 جنيه اضمن. كان هو بقالي 5 دقايق مش لاقي حاجه، فامشي 2 كيلو احسن ما الف 2 كيلو واقعد ادور على زبون. فلا ليه؟ رحنا 2 كيلو، يعني 2 كيلو مشوار وارجع شارع شبرا يبقى زي الفل. اهو ده عيب بقى برنامج اندرايف. انا مش عارف اللوكيشن بتاعه ده بيخرف ولا ايه. والله الرحله جايه لي 2 كيلو و800 بالظبط، 800 متر. بعد ما قابلت الرحله لقيتها 5 كيلو. حاولت اشوف اتجاهات تانية لقيتها ابعد، فانا مش فاهم ليه. انا كنت عند فندق الفور سيزون ومش عارف بقى ده كده في شارع مراد ولا ايه، مش فاهم. انا بقيت في المانيال دلوقتي وبقى جنب 3 كيلو. يعني ايه ليه بقى؟ وانا في اللوكيشن شايفه جنب المانيال، فخلاص ما حطيتش في دماغي يعني. والله العظيم حاجه تعبتني يا عم. فكره مش اول مره الاحظ الموضوع ده في اندرايف. اللوكيشن بتاعه بيخرف جامد جدا، بس يعني ده بالنسبه لي اوفر. يعني ده كتير، يعني 2 كيلو 5 كيلو ازاي يا جدعان؟ هو المشوار حلو بس المشكله بعيد عليا، يعني غيري اولى، اللي هناك اولى. اللي هو هنا عند محطه المترو. عايزين بقى نقف في حته نشوف. هو ده طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راح شارع شبرا صح؟ راح شارع شبرا. الحمد لله على السلامة. اه مظبوط.
ماشي. اهو ده مشوار رايق ده، 5 كيلو ب50 جنيه ياخدوا من شارع شبرا لوسط البلد. اول كده وسط البلد، المشوار كله 5 كيلو على بعض، اخد الكوبري وانزل الناحيه الثانيه وخلاص. فده بالنسبه لي عوض عن المشوار اللي انا لسه واخده بصراحه. انا بص يعني اتغفلت فيه، بس ده طبعا من غلطه اللوكيشن يعني، وانا برضو ما خدتش بالي. خدت بالي وانا في المانيال لما خلاص لقيت بقى فوق 3 كيلو، فخلاص فوق 3 كيلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. هو ده أحمد حلمي؟ بقول لي مش ده أحمد حلمي صح؟ بقول لك انت عندك ايه حوالي حاجه والله الانستا دي واقف عندي عشان عايزين يثبات دخل كده وقصة تعبانة، عشان الفيزا بتاعتي فيزا شغل أصلا، وأنا بقالي كتير ما بينزليش عليها مرتب عشان أنا سايب الشغل. فوقفوها لي بقى، عايزين حاجة اسمها إثبات دخل. فهحط صوت بنزين كده عشان ما توقفش مننا. ما عندهمش فيز دول. ايه؟ ما عندهمش فيز دول. عندهم والله. ربنا يخليك يا عبد العزيز. الله يوسع كده. بقول لك ايه، عايز احاسب 50 فيزا. سامعك. عايز احاسب 50 فيزا. لا ما عندناش فيزا والله. شكرا. كده 100 جنيه تداله؟ ايه اه يعني. انا بقول لك ما عندهمش دول فيزا. بصيت الاول قبل ما اولع. لا دي بس دي بنزينة كحيانة انا عارفها، بنزينة كحيانة دي ما تعيش فيها. لانك بتقول له حاجة مستحيلة يعني، برغم ان الناس بقت معاشاتها ومرتباتها كلها على الفيز اصلا دلوقتي. ما ينفعش ان انا اروح لمكان اصلا ويقول لي ما عنديش فيزا، ما ده دي حاجة بتضايق برضه. هنا كده ولا فين؟ قلت اقول لك في الظل عشان يجيب الشمس اللي هنا. ماشي يا غالي. كده خدنا 50. روح الشرابيه بدل ما اطلب. فين؟ روح الشرابيه بدل ما اطلب. تعال. اه راح فين بشرب ايه؟ هنا يعني يعتبر قرب غمره. تعال. الحمد لله على السلامة. ماشي يا حبيبي مدير زي الفل، تسلم. والله 40 والله التاني 50. راجل محترم. 7 كيلو 50 جنيه. طلع عندك. انا وصلت لحد هنا بقى كده، لقيته بيقول لي الشارع اللي جنبنا، فرجعت تاني. ماشي. بتلاقيك بقى عشان كنت طالب من جوه فموجهني على ورا. ايه؟ بقول ممكن كنت انت عملت الرحله انا وانت جوه، فتلاقيه كان موجهني على ورا مع الشارع التاني. ماشي. ماشي.
بالله على السلامة. ماشي يا باشا. كده خدنا 50 يوم. نفسي اعرف ليه الاعمال القديمة كلها طبعا، بس هو ديزاين كده معين منتشر زي العمارة اللي في الوش دي. العمارة اللي في الوش دي برضو واللي وراها فيها القبة اللي هي الواجهة دي، عاملة زي قبة الجامع كده. شكلها جميل جدا وتحفة يعني، بس في منها كتير بقى في السيدة زينب برضو، أماكن في وسط البلد في عابدين. عايزين نقف بس في حتة دول. $80 أقل حاجة. في سنتر مكرم عبيد من هنا لهناك 80 جنيه، حلو. أحلى اللي هو قدام مني. اخده من هنا اركب طريق النصر، بص مش هحله الا لما يوصل، بس نمسك طريق النصر ان شاء الله. بس يعني نقف الظل، نقف في الشمس ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. كده صح؟ اه ماشي. لما كنت اقول له كلمه 79 حلو. 79 الله يبارك لك، اديني تيبس جنيه. ماشي ماشي يا عم. موقف كده يا جدعان حصل معايا، فانا مش عايز تتكلم بعد العميل على طول عشان محدش ياخد باله يعني من العميل نفسه، لان انا مش بتكلم في العميل، انا عايز اتكلم في العموم يعني، موضوع ذوقيا كده. عميل خلاني الف لفه كبيره، مش لفه كبيره، لفه كيلو بالظبط 750 متر. هتلاقي الف 950 متر يعني كيلو عشان ما يعديش من الحته دي. انا عارف ردك السريع هتقول لي في ايه يا عم، حق. هو اللوكيشن كان هنا فعلا، هو اللوكيشن مش الناحيه الثانيه، هو اللوكيشن هنا. وانا عارف ردك السريع ده هتقول لي يا عم هو حق، الراجل مش دافع فلوس،
بس انا بتكلم في حته تعاون، يعني حته اللي هي ايه مش مستاهله حتى لو حق. لاني لو ضربت لك الموضوع عليا دلوقتي راكب معايا وقال لي معلش بس خطوتين قدام وبتاع، طب ما انا باخده وبمشي وخلاص ما بتكلمش وعادي يعني ايزي. فانا ما اقدرش اقول لعميل الكلام دوت عشان العميل الاول في الاخر هو فعلا حقه. انا عايز اقف هنا عشان هنا فين بقى؟ بص عيد مدينه نصر، والله ما بحب اجي مدينه نصر، بقالي كتير جدا مدينه نصر ومصر الجديده، يعني بسبب ان انا ماليش حته فاضل. اي ده اللي تلاقيه محجوز. نريح بقى شويه ناكل المولت من عامل لها اعلان من اول الطريق، في الاخر المفروض ان انا اكلها بقول لك ايه سد جوعك. ايه ولا تسد ولا تهبل ب 60 نيله ومقاطعه اصلا. بس هنعمل ايه؟ هنرميها خلاص، الراجل جابها لنا. طب يا جدعان ريحنا خلصنا، دماغنا ريحت والمعده برضو ريحت، ونتكل على الله. خدت رحله دلوقتي، الرحله دي واخدها كان اول ما نزل الرحله دي كانت عامله حاجه و40 جنيه، كان مقل في التسعيره، فانا اصلا تجاهلتها عامه يعني. وبعد كده عملت التسعيره العادله عملت 50 جنيه، فانا قلت والله اقول له 70 وافي ما وافقش هو حر، فقلت له 70 راح رغى الرحله بعد ما وافي رغى الرحله. ماشي بص راح وافي تاني. طب انت عطلت نفسك وعطلتني معاك ليه طيب؟ عطلت نفسك وعطلتني، المفروض انا هروح اجيب من احمد تيسير اخد رقمه عشان لو لغى تاني هتسيب بيها الزرق. بعت له بقى ايه لقد وصلنا. نقف بقى ايه هنا في تحت الشجره دي نشوفه فين. هو ده. السلام عليكم. له 10 جنيه معاك عشان اسمها فاكهه. عايز 10 جنيه. ماشي يا ريس. هنا تعالى حلو ده، اروح بيه المهندسين ب 100 جنيه. كده انا في المشوار دوت واخد فوق التسعيره العادله 10 جنيه هو كان عامل 90، انا خدت 100 هاخده من هنا لحد المهندسين. باذن الله المشوار هيكون حلو مش هناخد فيه وقت. الله المستعان.
الأماكن اللي فيها شغل في الأغلب الصبح دايما تكون يا في الأماكن الشعبية يا جنب الأماكن الشعبية. ابعد بقى عن مدينة نصر والمهندسين والزمالك يعني مصر الجديدة لا بلاش، ماشي ممكن نروح مصر الجديدة بس أنا بستبعدها شوية يعني، بس فيها شغل وشغالة يعني. اوعى تخش في مصيدة مدينة نصر دي الصبح، اوعى. هتلاقي رحلات كتير مدينة نصر وأسعار حلوة كمان. طبعا مدينة نصر هتروح هناك بص الصبح هتقف مش هتلاقي رحلات، يوم ما تلاقي رحلة هتلاقي بقى كيلو 2 كيلو. هتشتغل هناك شغل تكاتك. نقف على جنب. مشوار 16 كيلو ب 100 جنيه رايق. يلا يا باشا. توكلنا على الله. كم واحد بيلعب؟ وانا لسه في المهنه بس بشوف واحد برضه برافو. هنا كده. الحمد لله على السلامة. ماشي يا غالي. حلو ده. 40 جنيه هوديه عندي ورا مصنع الكراسي كده. 40 جنيه 5 كيلو رايق. وبعدين بقى مشواره كله ايه؟ امسك كورنيش امبابه لحد موديه 5 كيلو. اوعى الدبوس. الدبوس ده بيقلب يا جدعان والله. بس سبحان الله في مكن البوكسرات يعني لا ما يعني ايه، يعني صعب يقلبك. المكن اللي هو الصيني وفي مكن كتير عامة مش الصيني بس، الدبوس بيبقى واقف كده، فواقف ده مجرد ما بتعمل كده بتلاقي العجلتين اترفعوا وانت فاهمني نزلت. لكن بتاع البوكسر بيبقى مايل، بيبقى نايم شوية، فانت عشان تميل مش هيترفع، هو هيكحت في الارض. دي ميزة بصراحة. حبيبي يا غالي. توكلنا على الله. معاك 60 اهو.
خوذة كسرت. الصيني ده وده على وشك. عارفين دي بكام؟ والله لما جيت اشتريت خوذة كان دي ب 500 جنيه. انا مش عارف هي بكام دلوقتي. متخيلين؟ يعني اللي هو لو كمان 5 سنين برضه 500 جنيه كتير عليها. مش عارف الجاغة دي تعمل كام دلوقتي. يعني انا اصلا مستغليها جدا جدا ب 500 جنيه. تخيل لما ادفع اكتر من 500 جنيه. فانا الشغل كله النهارده راح. والله الشغل كده النهارده خلاص راح مني. حاجة تقريبا كان وضعيتها غلط وانا برجعها فالسن اتكسر. لو وصلت معانا لحد هنا نصر الصلاه على النبي، الحمد لله اليوم النهارده عدى على خير. طبعا موضوع الخوذه ده شقلب لي الدنيا كلها. انا عايز اقول لك والله الباغه دي عامله 500 جنيه ساعه ما اشتريت الخوذه. انا مش عارف هي دلوقتي اصلا عامله كام، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كل شيء بيتعوض. المهم ان انتوا ما تعوضوش. ما تنساش تكون عملت لي لايك وعملت لي كومنت وليك استفسار. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت، انت عارف انا برد على كل الكومنتات. اسيبكم في رعايه الله، احبكم في الله، يلا سلام.